الخصم الإيديولوجي المفترض. عندما كان الخصم الإيديولوجي يساريا في الستينيات، فهي عادة إنتاج التقليد، العلوي قال بلا غوت تراديسيوناليزاسيون. عندما أصبح الخصم الإيديولوجي للدولة تقليديا، فهي نادت بالمجتمع الحداثي الديمقراطي. إذا اللعبة القيمية هي غير بعيدة عن السياسة. الدولة، اختم السيد الرئيس، الدولة تسعى جاهدة إلى احتواء الموقف الثقافي من خلال ترسانتها المتمثلة في الإعلام الرسمي لضخ مجموعة من النواهي والأوامر على مستوى هذه يعني الإعلام الرسمي، لكن يبدو بأن القوة الجارفة للعولمة هي أكبر من آلة التنشئة الاجتماعية للدولة. قدرة الشبكة العنكبوتية ووسائل الإعلام والاتصال الحديثة أظن تمكن تشيع من تسلل إلى المنزل المغربي. يعني الحكومات العربية سنية أو غير سنية يمكن أن تنهزم في معركتها ضد بكل سهولة. هذا يبين بأن مرحلة ما بعد الدستور، خاصة على مستوى تنزيل الدستور في قوانين تنظيمية وعادية وصياغة مضامين الدستور من خلال السياسات العمومية، سيطرح إشكالا كبيرا. لا أتمنى بطبيعة الحال أن تكون هناك يعني توترات قيمية من مستوى ما نشاهده في بلدان الجوار العربي، لكن هي أيضا مناسبة بالنسبة للمجتمع العربي، مناسبة تاريخية وفرصة تاريخية سانحة لإعادة تجديد يعني هويته واندماجه في الركب الحضاري العقلاني الذي يأخذ بعين الاعتبار مقومات الهوية الوطنية وينفتح على التراث العالمي، لأن كل ما تنتجه البشرية هو ملك لكل هذه البشرية بما فيها المغاربة. شكرا سيدي الرئيس.